صاحبك خس بالكيتو بس انت دخلت فيه وخرجت بتبهدل، ده مش لانك ضعيف ومش عشان الكيتو وحش، ده عشان دماغك بس مش زي دماغه. انا قلت لك قبل كده ان اقسم بالله الدايت مرتبط بالدماغ. الكيتو بيقلل النشويات قوي، ده معناه انك قطعت فجأة المصدر الاساسي للسعادة السريعة في دماغك، قطعت الدوبامين. لو دماغك اصلا بتشتغل على مستوى الدوبامين قليل لان حاجة انت بتمر بيها او انت في وقت فيه ضغوطات كتير او في بيرن اوت بتمر بيه، اكتئاب، قلق، الكيتو هنا هيكسر الدايره دي وهيقللها لك جدا، وانت كده بالظبط كانك بتقطع عن نفسك البوابه الوحيده اللي كانت بتخليك تحس بسعاده ما. فالدنيا هنا وقعت خالص. في ناس بقى دماغها اصلا هاي دوبامين تون، يعني جهازها العصبي هو نشيط، بيحب التحديات وبيحب الادرينالين، فالكيتو معاهم بيشتغل، ده هم هيحسوا بطاقه وتركيز ونشاط رهيب جدا اول ما انت تقول له ايه ده احنا هنقطع وعندنا تحدي وهنعمل مش عارفه ايه. بس لو انت عندك لو دوبامين تون، الكيتو هنا ممكن يخلي يومك سيء جدا، ممكن يبهدل لك كل حاجه، تبقى زهقان ومش طايق حد وبتقوم من النوم وانت تعبان ومرهق جدا وجسمك عمال بيديك اشارات ان لا. هنا زي ما قلت لك مش لان الكيتو غلط، بس لان جسمك بيقول لك انا مش بتاع النوع ده من الدايت، انا مش ناقص ومش عارف اتعامل في الحته دي. فاحيانا انت بتختار نظام الدايت اللي مش بس هو انت بتحبه اكله ولا لا، لا، النظام اللي بيخاطب عقلك كويس. الدايت يا جماعه هي اقسم بالله مش مسابقه اراده ولا بجري في التراك، الدايت خطه بتخاطب كيمياء مخك قبل ما بتخاطب معدتك، منظومه حرقك جزء من المعادله، مش هي اهم حاجه. مش اهم حاجه ان الكيتو بيخسس بسرعه، اهم حاجه هل ده بيفت مع دماغك ولا لا.